السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي طلبة وطلبات الصف الأول الثانوي. أجازة سعيدة عليكم. معادنا النهاردة إن شاء الله مع حل تمارين تنظيم البيانات في مصفوفات. أول درس الوحدة الأولى جبر، هنحل إن شاء الله في تمارين المعاصر كلها. بإذن الله هنزل لكم تمارين المهارات العليا، وفي نفس الوقت هننزل تمارين كراسة الاختبار التراكمي عن كل درس بإذن الله. ركزوا معايا، المنهج الترم ده سهل وجميل ومفيش فيه اي مشكله. عندنا مشكله بسيطه قوي هي دايما بتقابلنا في الترم الثاني، هي مشكله الوقت. حاول اول باول كده يا باشمهندس تركز، تخلص دروسك بدري بدري، تحل تمرينك كلها، وان شاء الله يبقى ترم جميل عليكم وتحققوا منه احلى درجات. يلا بينا. سؤال رقم 1 يا شباب بيقول لي المصفوفة اللي قدامك ديت على النظم ايه؟ متفقين يا شباب ان اي مصفوفة لما بنيجي نتكلم عنها بنتكلم الاول على النظم، الصف الاول، وبعد كده الاعمدة. طب انا شايف قدام مني كده كام صف؟ انا شايف قدام مني كده صف واحد. حلو قوي. طب شايف كام عمود؟ والله ادي كده في عمود، ادي في عمود كمان، ادي في عمود كمان، يبقى في 3 عواميد. يبقى المصفوفة ديت من نظم صف واحد في 3 أعمدة، يبقى من نظم 1 في 3، ويكون الاختيار بتاعك الاختيار رقم ب. لاحظ يا شباب ان لازم نكتب عدد الصفوف الاول وبعد كده عدد الأعمدة. سؤال رقم 2. سؤال رقم 2 بيقول لك إذا كانت المصفوفة أ بتساوي الشكل اللي قدامنا ده، وعايز أ 2 1. أ 2 1. أ 2 1 اجمع معاه ج 1 2. طيب يعني ايه أ 2 1؟ يعني سيادتك هتروح للمصفوفة أ، تشوف العنصر اللي قاعد في الصف الثاني، ده صف أول ده صف ثاني. العمود الأول يبقى أ 2 1 معناها صف تاني عمود أول. ده الصف الأول ملناش دعوة بيه. ده الصف التاني في عمود أول بسالب 2 وعمود تاني ب5. يعني أنا لو حبيت أقرأ العناصر كلها ده يبقى اسمه إيه؟ أ 1 1. ليه؟ صف أول عمود أول. أ 1 2 صف أول عمود تاني. أ 2 1 صف تاني عمود أول. بكم قيمته؟ بسالب 2 زائد. روح لمصفوفة اسمها ج أهي. شوف العنصر اللي قاعد في الصف الأول العمود التاني، ده الصف الأول العمود التاني فيه بكام؟ ب7. طب سالب 2 و7 يبقوا كام؟ يبقوا 5. يبقى الناتج بتاعك 5، وهيكون الاختيار بتاعك الاختيار رقم أ. نيجي لسؤال رقم 3 بيقول لك ان المصفوفة أ دي مصفوفة على النظم 2 في 3، فإن عدد عناصر المصفوفة. طبعا انتوا عارفين ان عدد العناصر للمصفوفة هو عبارة عن ضرب عدد الصفوف قل على 2، عدد الأعمدة قل 3. طب 2 في 3 بكام؟ ب6. يعني إيه؟ يعني هيكون عندك 6 عناصر. فين بقى 6 عناصر دي؟ هيكون الاختيار بتاعك رقم ج. بعد كده بيقول لي إذا كانت المصفوفة ب على النظم 3 في 1. أيوة، يعني إيه مصفوفة على النظم 3 في 1؟ مصفوفة يعني فيها 3 صفوف، أدي صف 2 3 صفوف وفيها عمود واحد، فبتتقال كده 3 في 1. حلو قوي. عايز انت ايه بقى مني؟ انا عايز من سيادتك ب مد. يعني ايه ب مد؟ يعني سيادتك هتبدل عدد الصفوف وعدد الاعمده. يعني ايه؟ يعني دلوقتي ديت من نظم 3 في 1، يعني 3 صفوف وعمود واحد، لا انا هخليها 1 في 3. يعني ايه 1 في 3؟ يعني هو صف واحد في 3 أعمدة. يبقى لو المصفوفة من نظم 3 في 1 يبقى المدور بتاعها من نظم 1 في كام؟ من نظم 1 في 3، وهيكون الاختيار بتاعك هو الاختيار رقم د. طيب نيجي السؤال اللي بعده. سؤال رقم 5 يا شباب بيقول لي إذا كانت المصفوفة دي مصفوفة صفرية من نظم 2 في 2، فإن عدد عناصرها بيساوي. طيب ايا كان النوع اللي انت بتتكلم عنه ايه، مش دي مصفوفة من نظم 2 في 2؟ يبقى عدد العناصر هيساوي عدد الصفوف في عدد الأعمدة. هو ايه اللي 2 في 2؟ يبقى فيها 4 ايه؟ يبقى فيها 4 عناصر، ويكون الاختيار بتاعك هو الاختيار رقم د. طب نشوف مع بعض السؤال اللي بعده. سؤال رقم 6. طيب المصفوفة أ
قال لك انها تحتوي على 3 صفوف، ادي صف 2 3. حلو جدا. طب كام عمود؟ 4 أعمدة، ادي عمود 2 3 4. حلو قوي. كل صف بقى يشيل كام عنصر؟ عد انت بقى معايا. الصف مثلا مسكت الصف الاول شال كام عنصر؟ ادي عنصر 2 3 4. يبقى كل صف يحتوي على 4 عناصر. طيب نشوف مع بعض سؤال رقم 7. المصفوفة ألف مصفوفة على النظم 3 في 2، فإن 2 من المصفوفة ألف. طبعا تاخد بالك بقى من حاجة، لو أنا عندي مصفوفة ألف بالشكل ده ايا كان العناصر بتاعتها، هو بيقول لك من نظم 3 في 2، ادي صف 2 3 صفوف، ادي عمود 2. حلو قوي. ايا كانت العناصر اللي هنا ايه، حط يا عم اي عناصر، 5 6 7 8 9 10، اي عناصر. المهم انا عايز بقى من دي اجيب حاجه اسمها ايه، عايز اجيب منها 2 الف. عارف ده معناه ايه؟ انك هتمسك كل عنصر من دول تضربه في 2. 2 في 5 بكام؟ ب 10. 2 في 6 بكام؟ ب 12. 2 في 7 بكام؟ 14. 2 في 8 ب 16 وهكذا. 2 في 9 18. 2 في 10 ب 20. اللي انا عايز اوصله لسيادتك ايه؟ ان المصفوفه 2 الف، هل النظم بتاعها اتغير ولا العناصر اللي جوه هي اللي اتغيرت؟ ده العناصر هي اللي اتغيرت، لكن النظم بتاعها. عد معايا كام صف؟ ادي صف 2 3. طب كام عمود؟ ادي عمود 2. يعني طالما دي من نظم 3 في 2 يبقى 2 الف برضو من نظم 3 في ايه؟ في 2، والنظم بتاعها مش هتغير، ولكن العناصر اللي جواها هي اللي هتتغير. يا رب يكون الكلام واضح بالنسبه لكم. اذا كانت المصفوفه الف بتساوي العناصر اللي قدامنا ديت، المصفوفه ب بقى بيساوي الف مد. طب ما تجيب الايه؟ المصفوفة ب بتساوي، هات الألف مد، يلا دور الألف. خد الصف الأول اكتبه عمود أول، 3 سالب 2 7. خد الصف الثاني 5 سالب 4 2. حلو أوي. فإن الألف 1 3 زائد الب 3 1. ألف 1 3 يعني إيه؟ يعني روح للمصفوفة ألف، شوف العنصر اللي قاعد في الصف الأول العمود الثالث. مش ده الصف الاول؟ ده عمود اول، ده عمود تاني، ده عمود تالت. بكام؟ ب7 زائد ب 3 1. روح للمصفوفه ب، شوف العنصر اللي قاعد في الصف الثالث العمود الاول، ادي صف اول صف تاني صف تالت. حلو قوي. عايز مين؟ العمود الاول. بكام؟ ب7. 7 و7 يبقوا كام؟ 7 و7 يبقى 14، ويكون الاختيار بتاعنا الاختيار رقم ج. طيب نيجي للسؤال التاسع. دي المصفوفة ألف، عايز 2 من ألف مد. تمام، يبقى احنا أول حاجة هنروح نجيبها الألف مد. الألف مد يعني إيه؟ يعني همسك المصفوفة ألف وندورها. 2 3 سالب 1 ده صف، أكتبه عمود. هتكتبه إزاي؟ أدي 2 3 سالب 1. الصف اللي بعده ب 4 سالب 7 6. دي ألف مد. طب أنا عايز إيه؟ أنا عايز بقى 2 من ألف مد. 2 من ألف مد، يعني همسك كل عنصر في ألف مد اضربه في 2 بكل سهولة. يلا معايا. 2 في 2 ب 4، 2 في 3 ب 6، 2 في سالب 1 بسالب 2، 2 في 4 ب 8، 2 في سالب 7 بسالب 14، 2 في 6 ب 12. بس خلاص يا هندسة، دور بقى عليها في الاختيارات. هتلاقيها فين بقى عندك في الاختيارات؟ هتلاقيها في الاختيار رقم ج. شوف مع بعض السؤال اللي بعده. أقل عدد من العناصر يمكن أن تحتويها مصفوفة. أقل حاجة يا شباب، أقل حاجة للمصفوفة مثلا اللي اسمها ألف، أقل حاجة إنك تصنعها من نظم صف في عمود، فيبقى اسمها من نظم 1 في 1. ففي الحالة ديت عدد عناصرها هيكون بقى كام؟ 1 في 1 بكام؟ ب1. يبقى أقل عدد العناصر يمكن أن تحتويها المصفوفة. أنا جبت لك أقل حاجة صف في عمود. طب 1 في 1 بكام؟ ب1. يبقى أقل عدد من العناصر يمكن أن تحتويها المصفوفة هيكون ب1. السؤال اللي بعده رقم 11. إذا كان عدد عناصر المصفوفة بيساوي 9، فإن عدد النظم الممكنة لهذه المصفوفة. طيب لو أنا دلوقتي يا شباب قلت لك إن دي المصفوفة اللي هو بيتكلم عنها وليكن اسمها ألف. حلو أوي.
عدد عناصرها كام؟ عدد العناصر بتاعتها طلعت 9. طيب يبقى الأنظمة اللي هنا ايه؟ أنا بسألك على الأنظمة اللي هنا تنفع تكون ايه؟ ركز بقى معايا. أكني بالظبط بقول لك كام في كام يديك 9 بس بأعداد صحيحة. طيب بداية من جدول واحد في كام يديني 9؟ 1 في 9. حلو. طب خش على جدول 2 في كام يديك 9؟ مفيش. طب خش على جدول 3. 3 في كام يديك 9؟ والله 3 في 3 اهو. يبقى ممكن نقول 3 في 3. حلو قوي. طب ما دي 1 في 9 يعني ايه؟ يعني صف و9 أعمدة. طب ما أنا ممكن أكتبها لك إزاي؟ ما أنا ممكن أكتبها لك 9 في 1. 9 صفوف وعمود واحد، أو صف واحد و9 أعمدة، أو 3 صفوف و3 أعمدة. يبقى أنا قدامي كام تشكيلة من دول؟ كام تشكيلة؟ عندي 3 أنظمة ممكن يدوني 9 عناصر، يعني هيكون الاختيار بتاعك الاختيار رقم ب. إذا كانت ألف مصفوفة مربعة عدد عناصرها ن. طيب هو إيه شروط المصفوفة المربعة؟ شرط المصفوفة المربعة إن عدد الصفوف يكون قد عدد الأعمدة، كلنا متفقين على ده. طيب أنا دلوقتي بقى لما يكون عندي حاصل ضرب رقمين قد بعض، ما هو ده عدد الصفوف وده عدد الأعمدة، وأنت فاهم إنهم قد بعض. لما تضرب عددين في نفسه، عدد في نفسه، ينتج لك حاجة اسمها ايه؟ ينتج لك حاجة اسمها مربع كامل. يعني ايه؟ يعني انا لو ضربت 1 في 1 ب1 والواحد ده مربع كامل، او ضربت 2 في 2 ب4 وال4 مربع كامل، او ضربت 3 في 3 ب9 وال9 مربع كامل، لو ضربت 4 في 4 16 وال16 مربع كامل. مين من دول مربع كامل؟ الجيم اللي هي بكام؟ ب9. يبقى هنا اقل عدد اذا كان المصفوفه ديت مربعه عدد عناصرها ن، يمكن ان تكون النون ديت بكام؟ يمكن ان تكون اي عدد يكون مربع كامل. طبعا ال3 مش مربع كامل، ال6 مش مربع كامل، ال9 مربع كامل، ال12 مش مربع كامل. طيب نيجي لسؤال رقم 13. بيقول لك إذا كان عدد عناصر مصفوفة س بيساوي 12 فأي مما يأتي لا يمكن أن يكون نظما للمصفوفة. طبعا أنت لو ركزت في أول واحدة 3 في 4 يعني 12 عنصر، 2 في 6 12 عنصر، 4 في 8 ب 32 عنصر، وهنا هتبقى 12 عنصر. يبقوا كلهم يدوا لك ال 12 عنصر اللي هو عايزهم ما عدا الاختيار رقم ايه؟ الاختيار رقم ج. طيب المصفوفة اللي قدام منك ديت تسمى مصفوفة ايه؟ اول حاجه لو المصفوفه من نظم 3 في 3 يبقى ديت مصفوفه مربعه، تمام، مفيش اي مشكله. ولكن تاخد بالك بقى من حاجه، انت عندك حاجه اسمها مصفوفه وحده، يعني هي مصفوفه جميع عناصرها اصفار ما عدا القطر الرئيسي بوحيد، وديت مش مصفوفه وحده. مصفوفة صفرية انا كنت عايز كل العناصر اصفار، يبقى بداية من الصفرية. طب مصفوفة قطرية ليه؟ لان جميع العناصر بصفار، ولو بصيت للقطر الرئيسي هتلاقيه 0 0 2، يعني محققة شروط المصفوفة الايه؟ القطرية. شبه متماثلة برضو لا، لان من شروط الشبه المتماثلة ان يكون عناصر القطر الرئيسي كله بصفار، فبالتالي الحل بتاعك مصفوفة القطرية. سؤال سهل ومفيش فيه أي مشكلة، اعتمد بس إنك تبقى فاهم ومركز في أنواع المصفوفات. المصفوفة اللي قدامك ديت مصفوفة قطرية. حلوة أوي. يعني إيه يا عم مصفوفة قطرية؟ يعني جميع عناصرها أصفار ما عدا عناصر القطر الرئيسي. حلوة أوي. أدي القطر الرئيسي مالناش دعوة بيه. امسك بقى باقي العناصر وقول لي إنها بصفر. يبقى امسك العنصر 3 ناقص 6 ص، أقول لك إن دوت بيساوي 0. تمام. وامسك 20 ناقص 2 س برضه قول له انه بكام؟ بيساوي 0. تعرف تحل المعادلات العبيطه بتاعت ابتدائي ديت؟ يلا سالب 6 ص تروح الناحيه الثانيه بعكس اشاره، يعني ال 6 ص بيساوي 3، فمنها الص بيساوي لو قسمت هنا على 6 وهنا على 6 يبقى الص بيساوي 3 على 6 يبقى بنص. طب يلا انقل دول الناحيه الثانيه بعكس اشاره، يعني 2 س بيساوي 20 على 2 على 2 يبقى الس بيساوي 20 على 2 فيها كام؟ فيها ال10. جبت السين وجبت الصاد. طب انا عايز ايه بقى؟ انا عايز السين زائد ال2 صاد. يلا بينا. يبقى السين زائد ال2 صاد بتساوي السين احنا جايبينها ب10
زائد 2 في ص يعني 2 في نص، اللي هي بكام؟ يعني 2 في نص بواحد، 1 و10 يبقوا كام؟ يبقى 11، ويكون الاختيار بتاعك الاختيار رقم ج. نيجي لسؤال رقم 16. سؤال رقم 16 بيقول لك إن الألف دي هي مصفوفة قطرية من نظم 3 في 3، وكان ألف 2 1 بيساوي س زائد الأربعة، فإن السين بتساوي إيه؟ والله دي مش محتاجة أكتر بس من حد فاهم يعني إيه مصفوفة قطرية. مصفوفة قطرية على النظم 3 في 3، وكان اسمها ألف. حلو أوي. جميع عناصرها أصفار ما عدا عناصر القطر الرئيسي. ده أول شرط فيها. تمام. سيبك من القطر الرئيسي، انا بقول لك العنصر الف 2 1. يعني ايه الف 2 1 يا مستر؟ يعني اللي قاعد في الصف الثاني العمود الاول، ادي صف اول، ادي صف ثاني، العمود الاول في بكام؟ بصفر. ده من شروط مين؟ من شروط المصفوفة القطرية. يعني معنى كلامك ان السين زائد 4 بيساوي الناتج صفر. يلا ابعت دي بعكس اشارة، يبقى السين بتساوي صفر ناقص 4، يعني السين بتساوي سالب 4، ويكون الاختيار بتاعك الاختيار رقم ج. نشوف مع بعض سؤال رقم 17. في سؤال رقم 17 بيقول لك المصفوفة ديت مجموع عناصر القطر الرئيسي بيساوي ضعف عناصر القطر الآخر. ده القطر الرئيسي، مجموع عناصره اللي هو 4 زائد السين زائد 6 بيساوي ضعف عناصر القطر الآخر. مجموع القطر الآخر اجمع دول، ده في س واحدة، 2 و1 يبقى 3. بس حل معادلة عبيطة. س زائد 4 و6 يبقى 10 بتساوي 2 في س ب2 س، 2 في 3 ب6. حلو جدا. هات السين مع السين وهات العدد مع العدد. يلا بينا. 2 س لما اطرح لها س اللي جت من الناحية التانية يبقى س واحدة. طب 10 اطرح منها 6 يبقى كام؟ يبقى 4. يعني السين بتساوي 4، والاختيار بتاعك هيكون الاختيار رقم ج. شوف مع بعض السؤال اللي بعده. سؤال رقم 18. طيب في سؤال رقم 18 إذا كانت ألف مصفوفة قطرية من نظم 3 في 3، كان مجموع عناصر ألف بيساوي 12، يبقى مجموع عناصر القطر الرئيسي. حلو قوي. كل اللي فاهم هيحل بسرعة. ليه؟ بص، انت فاهم ان المصفوفة القطرية كل عناصرها اصفار، صح؟ ما عدا عناصر القطر الرئيسي هو اللي بقى ارقام. يبقى مين اللي هيديك ناتج 12؟ اللي هيديك ناتج 12 مجموع عناصر القطر الرئيسي. مش فاهم؟ تعالى افهمك. ادي يا عم المصفوفة القطرية، تمام، اللي انت مسميها لي الف، تمام، من نظم 3 في 3. الغي لي القطر الرئيسي مالناش دعوه بيه، والباقي كله اصفار. الراجل بيقول لك مجموع عناصر دول بيساوي 12. حلو. طب مجموع الاصفار اللي بره ديت بايه؟ بصفر. يبقوا ال 12 اللي جايين دول هما مجموع مين؟ مجموع مين؟ مجموع القطر الرئيسي. يبقى مجموع القطر الرئيسي بيساوي كام؟ بيساوي 12. نيجي لسؤال رقم 19. في سؤال رقم 19 مديلك المصفوفة الأولانية بيساوي المصفوفة التانية، بس خلي بالك إن المصفوفة الأولانية ديت فيها مد أنت اللي هتجيبه. يلا دور المصفوفة اللي قدامك ديت. أخد الصف الأول أكتبه عمود أول يبقى 1، وهنا س وهنا 2. أخد الصف التاني أكتبه عمود تاني يبقى -1، أدي 6 أدي 5. حلو أوي. بيساوي قول أنت بقى 1 -1 -3 6 2، وأدي الصاد. الواحد قد الواحد يبقى السين قيمتها -2، يبقى السين قيمتها ده -3، السين قيمتها -3. حلوة. والصاد قاعد مكانها كام؟ الصاد قاعد مكانها 5. كلام زي الفل. فإن السين ضرب الصاد، طب ما أنا جايب السين ب-3 والصاد ب5، يبقوا ضرب الاتنين في بعض بيساوي -15، ويكون الاختيار بتاعك الاختيار رقم أ. مسألة سهلة جدا مفيش فيها أي مشكلة. إذا كانت المصفوفة ديت بتساوي المصفوفة ديت، فإن س زائد الصاد كل عنصر قد نظيره. السين قاعد قدامها 7، يبقى السين بتساوي 7. صاد زائد الواحد بتساوي نظيرها مين؟ نظيرها -2. عديلها بعكس إشارة، يبقى الصاد بيساوي -2 ناقص 1 يبقى -3. جبت السين وجبت الصاد، وأنا بقول لك اجمع لي الاتنين مع بعض، يعني السين
يدينا الناتج 4. نشوف مع بعض سؤال رقم 21. في سؤال رقم 21 بيقول لك المصفوفة دي بيساوي المصفوفة دي لما تدورها. تعال بقى نكتب المصفوفة الأولانية، هنا 4 وهنا س وأدي -1 وأدي الصاد. امسك بقى المصفوفة ديت ودورها لي كده، يبقى العنصر 4 وعين تتكتب بالشكل ده، هنا 4 وهنا عين. حلو قوي. العنصر 0 وأدي هنا 3. تمام. يلا بقى قول لي كل عنصر قد نظيره. 4 قد ال4، عارفين ان السين هتبقى قد الايه؟ هتبقى قد الصفر، يبقى السين هنا بتساوي الصفر. العين هتبقى قد ايه؟ قد -1، يبقى العين بتساوي -1. الصاد بيساوي كام؟ الصاد بيساوي 3. تمام. فإن المصفوفة، تعالى بقى أنت تكون لي المصفوفة، حط لي الصاد الأول، جايبينها لك يا عم ب3، ماشي. حط السين بعدها، جبنا السين ب0 وأدي هنا 0، واكتب لي العين ب1 بالشكل ده. يبقى المصفوفة اللي قدامك ديت يا باشمهندس اسمها مصفوفة ايه؟ طبعا هيكون اسمها مصفوفة قطرية، لأن جميع العناصر بصفار ما عدا القطر الرئيسي أرقام. عارف دول لو كانوا وحايد في الحالة دي كنت قلت لك إنها مصفوفة وحدة، ولكن دول مش وحايد، يبقى هيكون الحل بتاعنا إنها مصفوفة قطرية، يعني الاختيار بتاعك هيكون الاختيار رقم ج. نيجي لسؤال 22. مديني مصفوفة بتساوي -4 في المصفوفة. طب المصفوفة الأولانية هنا 12 وهنا 16 وأدي -2 س وأدي -8 بيساوي. المصفوفة الثانية كل عنصر فيها أضربه لك في -4. -3 في -4 يدي لك 12. -4 في ال4 -16. -4 في 2 ص ب-8 ص. -4 في -س بموجب 4 س. حلو قوي. -4 في 2 ب-8. تمام. ساوي كل عنصر بنظيره. 12 عارفين -2 س بيساوي -12، ودي أول معادلة هتفيدنا. -16. حلو قوي. -8 ص زائد 4 س بتساوي كام نظيرها الناحية التانية؟ 16. طب يلا حل معادلات. تبدأ هنا ولا تبدأ هنا؟ والله هبدأ هنا. ليه؟ عشان دي فيها مجهول واحد. اقسم هنا على -2 وهنا على -2، يبقى الس بتساوي 8. عوض بقى بالس ب8، يبقى -8 ص زائد 4 في 8 ب32 بيساوي 16. عدي لي بعكس إشارة، يعني -8 ص بيساوي 16 اطرح منها -32 يبقى -16. اقسم هنا بقى على -8 واقسم هنا على -8، تبقى الصاد بتساوي كام؟ الصاد بتساوي 2 والسين بكام؟ والسين ب8. طب انت عايز مني ايه؟ انا عايز منك جذر السين صاد، جذر السين في الصاد. السين ب8 والصاد في 2، يعني جذر ال16، يبقى الناتج بتاعك 4 ويكون الاختيار بتاعك الاختيار رقم د. طيب نيجي لسؤال رقم 23. تساوي مصفوفتين، اخد المسقط الاول اللي هو س تربيع ناقص ص تربيع بيساوي المسقط الاول اللي هو 12. حلو جدا. اخد المسقط الثاني س زائد ص اساويه بالمسقط الثاني اللي هو 4. كده بقت مسألة تالتة اعدادي وش معادلة من الدرجة الثانية مع معادلة من الدرجة الأولى، وتشتغلها إيه؟ تشتغلها حذف وتعويض. ممكن نعمل ده فرق ما بين مربعين، يبقى س ناقص الصاد لما اضربه حل الفرق ما بين مربعين في س زائد الصاد بيساوي الناتج 12. انا معايا س زائد الصاد بكام؟ ب4، يبقى س ناقص الصاد لما اضربها في ال4 بيساوي الناتج 12. تمام. يعني س ناقص الصاد بيساوي الناتج 3. هات لي المعادلة دي اكتبها لي هنا. س ناقص الصاد بيساوي ناتج 3. طبعا انت عارف يا اما تكتب على آلتك مود 5-1 وترص ال6 عوامل دول وتطلع النواتج بسرعة، يا اما بتشتغل حذف بالشكل ده. 2 س بتساوي 4 و3 يبقى 7. اقسم هنا على الاثنين واقسم هنا على الاثنين، يبقى الس بتساوي 7 على الاثنين اللي هي 3.5. وتعوض في المعادلة الأولى 4 ناقص 3.5 يبقى الصاد قيمتها بنص. طيب جبت السين وجبت الصاد، انا عايز ايه؟ انا عايز السين في الصاد. طب يلا بينا. السين بكام؟ ب7 على الاثنين. في الصاد بكام؟ ب1 على الاثنين. يعني السين في صاد بكام؟ ب7 على الاربعة، ويكون الاختيار بتاعك الاختيار رقم د.
نشوف مع بعض سؤال رقم 24. إذا كانت المصفوفة أ ديت حيث أن السين بيساوي أكبر من 0 وأصغر من 90، يعني أنت عارف طبعا من الترم الأولاني، أنت لسه مخلص الترم الأول ما بلقاش كتير، يعني من 0 لباي على 2، يعني دوت كده ربع إيه؟ يعني دوت الربع الأول. حلو أوي. المصفوفة دي بقى مالها؟ المصفوفة دي بيقول لك إن ألف واحد منها، مين ألف واحد؟ اللي هو جاسين. حلو. لما تضربهولي في ألف 2 اللي هو الصف التاني عمود تاني اللي هو جاسين، بتساويها بألف 1 صف أول عمود تاني اللي هو بنص، لما تضربه في ألف 2 اللي هو بواحد. جاسين في جاسين يعني جا أس 2 س بتساوي الناتج نص. ازاي تمشي أس 2؟ والله هاخد الجذر، والجذر التربيعي يطلع كام إشارة؟ بيطلع إشارتين، يبقى الجاسين بتساوي موجب أو سالب. خد جذر النص، جذر الواحد بواحد، جذر الاتنين بجذر 2. شيفت ساين نص، شيفت ساين 1 على جذر 2، تطلع لك الزاوية ب45 درجة. بس ال 45 دي ربع ايه؟ أول. محتاج احدد لك ان الربع الأول. ندور بقى على 45 في الاختيارات. طبعا 45 اللي هي باي على كام؟ باي على الأربعة، يعني الاختيار بتاعك هيكون الاختيار رقم ج. سؤال حلو لأنه بيربطه بمنهج الترم الأول، ولكن زي ما اتفقنا قبل كده ان حساب المثلثات عندك تراكمي وهتستفاد منه كتير في الفترة اللي جاية. قيمة سيتا اللي خلى المصفوفة دي مصفوفة وحدة. مصفوفة ايه؟ مصفوفة وحدة. يعني ايه؟ يعني جميع عناصرها صفار ما عدا عناصر القطر الرئيسي واحد. قارن بين الشكل ده والشكل اللي هو مديهولك. والله بالمقارنة عرفت ان جاتا سيتا قاعد مكانها 1، ماشي، وعرفت ان جا سيتا قاعد مكانها قاعد مكانها مين؟ قاعد مكانها 0. حلو. طب اكتبها لي بقى زوج مرتب كده. مسقطها الاول جتا، مسقطها الثاني جا، مسقطها الاول جتا بواحد، مسقطها الثاني جا بصفر. 1 و0 دي بقى فين من شبكة الوحدة؟ فكرني كده بشبكة الوحدة اهي. شبكة الوحدة اي نقطة على السينات الصادات بتاعتها 0، الصادات بتاعتها 0. مشيت يمين وحدة، مشيت شمال -1. طلعت لفوق ماشي، بس مش محتاج اجيب الاتنين التانيين لان انا بتكلم عن 1 و0. فين 1 و0؟ عند الزاوية كام؟ عند الزاوية 0. خلاص يبقى السيتا عندك هنا بتساوي الناتج 0، ويكون الاختيار بتاعك الاختيار رقم أ. طيب نيجي لسؤال رقم 26. إذا كانت المصفوفة دي مصفوفة متماثلة، الله عليك، أحب المصفوفة المتماثلة اللي بيكون الألف مد فيها يا شباب هو ألف مدور. لما تدور الألف تفضل زي ما هي، يبقى ديت اسمها مصفوفة إيه؟ بيبقى اسمها مصفوفة متماثلة. حلو قوي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي لما اجي اقول لك انها مصفوفه متماثله تقول له يبقى القطر الرئيسي مالكش دعوه بيه. اهو القطر الرئيسي مالكش دعوه بيه، مالناش دعوه بالواحد والتلاته. ليه يا مستر مالكش دعوه بيه؟ اصل هنا لما بتلغي القطر الرئيسي بتلاقي ان العناصر على جانبي القطر الرئيسي مالهم متساويين. يعني ايه؟ يعني 2 س ناقص الأربعة هنساويها بالسالب 2. تعرف تحل معادلة؟ والله اقدر احل معادلة ابتدائي اهي. ده يعدي بعكس اشارة. 2 س بتساوي -2 زائد 4 يدينا 2. يبقى الس بتساوي كام؟ يبقى الس بتساوي 1، ويكون الاختيار بتاعك الاختيار رقم أ بدون اي مشكلة. نيجي لسؤال رقم 27. برضو نفس الفكرة اللي هي بتاعت المصفوفة المتماثلة. مصفوفة متماثلة يعني ايه؟ الغي القطر الرئيسي، هتلاقي ده قد ده، هتلاقي الخمسة قد الخمسة، هتلاقي ان السين ناقص الواحد قاعد مكانها كام؟ قاعد مكانها -1. عدي لي يلا بعكس اشاره. يبقى السين بتساوي -1 زائد 1. يبقى السين بتساوي كام؟ يبقى السين بتساوي 0، والاختيار بتاعك رقم ب بدون اي مشاكل. تساوي مصفوفتين يبقى كل عنصر قد نظيره. طب السين تربيع مين اللي قاعد مكانها؟ قاعد مكانها 4. حلو قوي. والواحد قد الواحد، والسين زائد الأربعة قاعد مكانها 2. طيب دي تعدي بعكس إشارة. يبقى السين بتساوي 2 ناقص 4. 2 ناقص 4
يبقى سالب 2، يبقى الس قيمتها كام؟ سالب 2. خلي بالك ان هنا هتيجي تقول لي مره 2 ومره سالب 2. حلو، بس انا عايز اللي اتحقق ليهم هما الاثنين. انت قايل لي هنا س بسالب 2، يبقى انا هاخد الس بسالب 2 المشتركه ما بينهم. ليه؟ اصلك لو حطيت هنا مكان الس 2 زائد 4 6، هل ده ب6؟ لا، يبقى الاثنين ديت مرفوضه. يبقى انا هاخد الس بكام؟ هاخد الس بتساوي سالب 2. نيجي السؤال اللي بعده 29. المصفوفة دي بتساوي 3 من مصفوفة الوحدة اي. طب المصفوفة ايه؟ س عين صاد لام. ماشي. 3 من مصفوفة الوحدة اي جميع عناصرها اصفار ما عدا عناصر القطر الرئيسي وحيد. لو 2 اي اتنينات، لو 3 اي تلاتات. لازم تلعب مع ايه؟ مصفوفة الوحدة بالشكل ده. فإن السين قيمتها صفر. طب العين قيمتها صفر. طب اللام قيمتها 3. طب اجمعهم لي مع بعض، يبقى السين زائد الصاد زائد العين زائد اللام بيساوي، لما نجمع دول يا اخويا يديك كام؟ يديلك 6. ويبقى الاختيار بتاعك الاختيار رقم ج. متماثلة يعني ايه؟ الغي القطر الرئيسي مالناش دعوه بيه. صاد ناقص السين بتساوي مين قاعد نظرها؟ الميم. ماشي. الصاد مين قاعد نظرها؟ الاتنين، يبقى الصاد بتساوي 2. طب السين ناقص 1، ها مين اللي قاعد نظرها؟ قاعد نظرها 7. حل بقى معادلات عادية، يبقى السين بتساوي 7 زائد 1 يبقى 8. دي س ودي صاد، عوض بيهم. الصاد ب2 ناقص السين بكام؟ السين ب8. يدي لك مين؟ يدي لك الميم. طب 2 ناقص 8 كام؟ 2 ناقص 8 سالب 6. ويبقى الاختيار بتاعك الاختيار رقم ب. طيب نيجي بقى لسؤال رقم 35. في سؤال رقم 31 المصفوفة دي مصفوفة شبه متماثلة. طيب الشبه المتماثلة يا شباب بصفة عامة انت بتلغي عناصر القطر الرئيسي لان كده كده كلها بتبقى اصفار. تمام. العنصر دوت بقى لو كان ب4 فاجباري ده يبقى سالب 4. العنصر ده لو كان ب2 فاجباري ده يبقى سالب 2. العنصر ده لو كان ب6 فاجباري ده يبقى سالب 6. فهمت ايه من الكلام ده؟ فهمت ان الميم بتساوي المعكوس الجمعي للعدد ده. يعني الميم بتساوي معكوس الجمعي للاربعة تبقى سالب 4. وان العين بتساوي سالب 2. وان النون بتساوي سالب 6. سيادتك عايز مني ايه؟ انا عايزك بقى تجيب لي قيمة ميم زائد عين ناقص نون. الميم بسالب 4 والعين بسالب 2 ناقص النون، يعني غير إشارة النون فتبقى موجب 6. يبقى سالب 6 وموجب 6 اجمع دول يدي لك الناتج ايه؟ يدي لك الناتج 0. ويكون الاختيار بتاعك الاختيار رقم ج. طيب رقم 32 بيقول لك برضو انها مصفوفة شبه المتماثلة بس ايه؟ بطريقة مستخبية شوية. بص قالها لك ازاي؟ ان الالف بتساوي سالب الف مد. طب ما ده معناها ان المصفوفة شبه متماثلة. بس خلاص نفس الفكرة. شبه متماثلة يعني ايه؟ يعني الصاد بتساوي المعكوس الجمعي للتلاتة يبقى سالب 3. كلام جميل. ده سالب 4 ده 4 يبقى اللام قيمتها دي سالب 5 يبقى المعكوس الجمعي ليها 5. حلو قوي. وعناصر القطر الرئيسي بتاعت شبه المتماثلة جميع عناصرها اصفار، يعني السين بتساوي 0 والعين بتساوي 0. سيادتك عايزني اجمعهم كلهم، يعني انت عايز س زائد الصاد زائد العين زائد اللام، فهجمع كل دول يدينا سالب 3 وموجب 5 وصفر وصفر، يعني يدينا الناتج 2. ويكون الاختيار بتاعك الاختيار رقم ج. السؤال اللي بعده قال لي ان ديت مصفوفة شبه متماثلة. قلت له يعني ايه شبه متماثلة؟ قال لك يعني عناصر القطر الرئيسي بيساوي صفار، يعني جتا سيتا بتساوي 0. والله ان الجا سيتا بتساوي المعكوس الجمعي للعدد ده. ما هو الغي القطر الرئيسي لغيته، العناصر على الجانبين بقى معكوس جمعي الاخر. ده سالب 1 يبقى الجا سيتا بتساوي 1. اكتب الزوج المرتب المشهور، مسقطها الاول جتا مسقطها الثاني جا. 0 و1. طب 0 و1 في الشبكة بتاعت دايرة الوحدة لسه قايلينها من شوية
ده أي نقطة على السينات الصادات بتاعتها صفر، الصادات بتاعتها صفر، مشيت واحد وهنا سالب واحد. أي نقطة على الصادات السينات بتاعتها صفر، السينات بتاعتها صفر، طلعت واحد ونزلت سالب واحد. فين بقى سيادتك صفر وواحد؟ صفر وواحد اهي. طب صفر وواحد دي عند الزاوية ام كام؟ عند الزاوية ام 90. بس خلاص يبقى الثيتا بتساوي 90 اللي هي بايعة كام؟ بايعة الاتنين. ويبقى الاختيار بتاعك الاختيار رقم ب. رقم 34 بيقول لك ان دي مصفوفة من نظم 2 في 2. طب اسمها ايه؟ اسمها ألف. ألف بتساوي مصفوفة من نظم 2 في 2. طب ده مكان مين؟ صف أول عمود أول. ده مكان مين؟ صف أول عمود تاني. ده مكان مين؟ صف تاني عمود أول. ده مكان مين؟ صف تاني عمود تاني. حلو أوي. علشان بقى تستبدل الأماكن دي بقيم، قال لك امشي ورا المعادلة دي. بتقول ايه المعادلة سيادتك؟ بتقول لك إن الألف الصف عمود عبارة عن الصف ناقص 2 في العمود. ايوه الكلام ده يعني ايه؟ بص سيادتك، علشان تجيب ألف واحد واحد هتمسك الصف وتطرح منه 2 في العمود. ألف واحد واحد عبارة عن ايه؟ الصف بواحد ناقص 2 في العمود. 2 في واحد بايه؟ ب2. طب واحد ناقص 2 كام؟ سالب واحد. لا ما فهمتش. طب افهم من اللي بعدها. عشان تجيب ألف واحد 2 هتمسك الصف اللي هو بواحد تطرح منه 2 في العمود، و2 في 2 ب4. واحد ناقص 4 سالب 3. يبقى القيمة دي بسالب 3. تكمل ولا خلاص لقيتها؟ أنا لقيتها الاختيار رقم ب، بس كمل عشان أفهم تاني. ماشي يلا بينا. عشان تجيب ألف 2 1 هتمسك الصف أبو 2 تطرح منه 2 في العمود، و2 في 1 ب2. 2 ناقص 2 صفر. تمام. علشان تجيب ألف 2 2 هتمسك الصف أبو 2 تطرح منه 2 في العمود، يبقى الناتج سالب 2. وطبعا ده لايق مع الاختيار رقم ايه؟ الاختيار رقم ب. طيب نيجي لسؤال 35. مبدئيا كده بيقول لك ان في مصفوفة اسمها ألف. ألف ديت عبارة عن السين فيها هي الصف، أو كتبها لك كده ألف سين صاد. يعني من الصف اسمه سين ومن العمود اسمه صاد. حلو قوي. نظمها ايه سيادتك؟ السين فيها 1 و2، يعني الصفوف فيها عنصرين. طيب والأعمدة 1 2 3، يعني 3 عواميد. يبقى ديت مصفوفة من نظم صفين و3 أعمدة. يلا 1 1 1 2. ده كده ايه؟ سوري ما سيبناش مكان. ده ألف 1 1 ألف 1 2 ألف 1 3. بتعمل ايه يا مستر؟ صف أول عمود أول، صف أول عمود تاني، صف أول عمود تالت. طيب ده كده الصف الأولاني اللي فيه 3 أعمدة. خش على الصف التاني. أدي ألف 2 1 أدي ألف 2 2 أدي ألف 2 3. طيب كده أنا كونت المصفوفة. يبقى الاختيار بتاعي يا إما جيم يا إما ألف. أنا بقى عايز أستبدل الأماكن دي واحط مكانها قيم. طب هتستبدلها بايه؟ اكيد في معادله هتمشي وراها. المعادله بتقول اضرب السين في الصاد. يلا نضرب السين في الصاد. يلا بينا. السين في الصاد 1 في 1 بواحد. السين في الصاد 1 في 2 ب2. 1 في 3 ب3. 2 في 1 ب2. 2 في 2 ب4. 2 في 3 ب6. برافو عليك، حافظ الجدول كويس. يبقى اختيارك فين؟ اختياري هيكون الاختيار رقم ج. طيب نيجي الرقم 36. 36 بيقول لك انها ألف دي مصفوفة من نظم 2 في 2. يلا بينا. مصفوفة على نظم صفين عمودين. ادي ألف 1 1 ادي ألف 1 2 2 1 و2 2. تمام. قالك عشان تجيبها تمشي على معادلة بتقول لك ايه بقى سيادتك؟ بتقول لك اقسم السين على الصاد. طب هي السين مين؟ السين صف ولا العمود؟ السين اتكتبت الاول يبقى ده الصف، والصاد العمود. اقسم الصف على العمود. 1 على 1 بواحد. 1 على 2 بنص. 2 على 1 ب2. 2 على 2 فيها الواحد. حلو قوي. اضرب لي بقى ألف 1 1 دي اللي هي قيمتها بواحد في ألف 1 2 الصف الأول عمود التاني اللي هي بنص، في ألف 2 1 اللي هي ب2، في ألف 2 2. اضرب الكلام ده كله في بعض ويدي لك كام؟ يدي لك الناتج 1، ويكون الاختيار بتاعك رقم ج. طيب
المصفوفة ألف مصفوفة من نظم 3 في 2 أهو. يلا بينا. تلات صفوف في عمودين. 3 صفوف 3 صفوف، صف 2 3 عمود 2. يبقى ده 3 صفوف في كام عمود؟ في عمودين. طب صميهم. 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2. طيب يلا بينا. قال لك ألف 1 1 قيمته بكام؟ قيمته ب2. طب ايه رأيك لما نعمل كده ونحط مكانه 2؟ تمام. قال لك ألف 2 1 حط مكانه 3. ايه رأيك لما نعمل كده نحط مكانه 3؟ يلا نحط مكانه 3. قال لك ألف 3 2 بنص. ألف 3 2 امسحها وحط مكانها نص أهو، مكانها نص. قال لك ألف 1 1 ألف 3 2 بنص ألف 1 1 سوري، نص ألف 1 1. ألف 3 2 بتساوي نص في ألف 1 1 اللي هي ب2. طب نص في 2 بكام؟ 1. يبقى أنا هكتب هنا 1. حلو جدا. طبعا هو الشكل واضح قدامك انه الاختيار رقم ج، بس انت لو عاوز تكمل كمل يعني. ألف 2 2 عبارة عن ألف 2 2 عبارة عن ألف 2 1 ألف 2 1 اللي هو كان لسه قايل لي عليها ب3 واجمع معاها 3. طب 3 و3 يبقوا كام؟ 3 و3 يبقى 6. يلا امسح ده كده وهنحط مكانه ايه؟ 6. طب ألف 3 1 بيساوي سالب 9. ألف 3 1 امسحها وحط مكانها سالب 9. احنا من بدري اكتشفنا بس انا حبيت اكمل لك عشان تقتنع بس. طيب وقال لك ان ألف 1 2 بيساوي تلت ألف 3 1. يعني ألف 3 1 انت لسه كنت جايبها. ألف 3 1 فين؟ ألف 3 1 بسالب 9 التلت بتاعها، يعني ألف 1 2 بيساوي تلت في ألف 3 1 لسه قايل لي عليها بسالب 9. طب تلت في سالب 9 بكام؟ تلت في سالب 9 يدينا الناتج سالب 3. يبقى أنا همسح دي كده وهحط مكانها سالب 3. طبعا كل دوت بيشير على إنه الاختيار رقم إيه؟ هيكون الاختيار رقم ج. أنت اكتشفتها من بدري، مفيش أي مشكلة، مش محتاج إن أنت تكمل. طيب المصفوفة دي مصفوفة مربعة من نظم كام في كام؟ من نظم 3 في 3. طيب ألف بتساوي مصفوفة من نظم 3 في 3. 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. وتركز بقى عشان خاطر المسألة دي في إيدك آلة حاسبة عشان تقدر تحسب بسهولة. أنا عشان أجيب العناصر، عشان أكتب العناصر بتاعتهم همشي ورا المعادلة دي. صاد على س صف على العمود ناقص السين على الصاد. يبقى صاد على س اللي هو العمود على الصف، ده أول حاجة. الصاد اللي هي العمود على السين اللي هي الصف. هطرح منه السين اللي هي مين؟ السين اللي هي الصف على الصاد اللي هي العمود. فانت ممكن بقى بآلة وتشتغل وتقدر توصل للنواتج بسهولة. يعني ايه العمود؟ همسك 1 1 بقى. العمود اهو ب1 على الصف ب1 ناقص الصف اللي هو 1 على العمود اللي هو 1. حلو. كل دوت يدي لك ايه؟ يدي لك الناتج 0. يبقى اول واحدة تحط مكانها 0. تمام. يلا اللي بعده. اللي بعده العمود اللي هو 2 ماشي على الصف اللي هو 1 ناقص الصف اللي هو 1 على العمود اللي هو ب2. طب 2 لما اشيل منها النص، 2 اطرح منها النص يبقى 1 ونص اللي هي 3 على 2. حلو جدا. طب يلا اللي بعدها. لما اشتغل على ألف 1 3 امشي على المعادلة. العمود ب3 على الصف ب1 ناقص الصف ب1 على العمود اللي هو 3. حلو قوي. 3 لما اطرح منها تلت. 3 لما اطرح منها تلت والله دي معناها 9 على 3 ناقص 1 على 3 يديني 8 على 3. 8 على 3. طيب يلا بينا كمل. امسح دول.
2 1 هي رخمة في تعويضها. 2 1 العمود بواحد على الصف ب2 ناقص الصف ب2 على العمود بواحد. نص ناقص 2 نص ناقص 2 يعني سالب 1 ونص سالب 3 على 2. طيب أنا كده فهمت 3 على 2 وسالب 3 على 2 أنا فهمت إنها شبه متماثلة. شبه متماثلة. طيب كمل بقى عشان أقتنع. يعني عشان نتأكد لازم نكمل. هشتغل على ألف 2 2 العمود ب2 على الصف ب2 ناقص ده طلع بصفر. طب يلا 2 3 2 3 2 3 هنا 2 3 هنعمل ايه؟ امسح ده كده او تعالى نجيب 3 1 عشان لو طلع بسالب 8 على 3 يبقى اتأكدنا. العمود بواحد على الصف ب3 ناقص الصف ب3 على العمود بواحد. طب تلت ناقص ال3 قلنا ان ديت معناها 9 على ال3 يديك سالب 8 على ال3. كده انت عايز تكمل بقى كمل، مش عايز تكمل. انت كده فهمت ان الشكل اللي قدامك ده مصفوفة شبه متماثلة. يعني ايه بقى شبه متماثلة؟ يعني الالف بتساوي سالب الف مد، ده الشرط بتاعها. يبقى لما اجي اقول لك اجمع لي الالف اللي هي زائد الالف مد، طب لو انا سبت الالف مد زي ما هي وانت لسه قايل ان الالف هي مين؟ سالب الف مد اهو، سالب الف مد مكانها سالب الف مد. طب ده زائد ده يدي لك ايه؟ يدي لك صفر. والمصفوفات يا شباب مفيش حاجه اسمها صفر. هتقول صفر في المصفوفه يبقى تقول له المصفوفه الايه؟ المصفوفه الصفريه. يبقى الاختيار بتاعك الاختيار رقم ب. وده سؤال بيعتمد بس على التعويض مش اكتر. طيب نيجي لرقم 39. نفس الموضوع، مصفوفة مربعة من نظم 3 في 3 اهو، مصفوفة من نظم 3 في 3. ألف 1 1 ألف 1 2 ألف 1 3 ألف 2 1 ألف 2 2 ألف 2 3 ألف 3 1 ألف 3 2 ألف 3 3. عشان تجيب كل عنصر هتعمل كده، هتشتغل ان همسك المصفوفة هشتغل الصف ناقص العمود جوه القيمة المطلقة. طب 1 ناقص الواحد على الصف زائد العمود جوه القيمة المطلقة. 1 زائد الواحد جوه القيمة المطلقة، طبعا ده يديك صفر، يبقى اكتب هنا صفر. طب اللي بعده ألف 1 2 ادي القيمة المطلقة. السين ناقص الصاد يعني 1 ناقص 2، وتحت السين زائد الصاد يعني 1 زائد 2. حلو. س ناقص صاد 1 ناقص 2 بكام؟ 1 ناقص 2 سالب 1. بره القيمة المطلقة بواحد وتحت 3 يبقى هنا بيساوي تلت. طب كمل. ألف 1 3 يبقى هنا 1 ناقص 3 وتحت 1 زائد 3. 1 ناقص 3 تطلع ب2 وتحت 1 زائد 3 ب4. 2 على 4 تدي لك الناتج نص. طب يلا نكمل. مسائل تعويض وانت كده كده بيبقى في ايدك آلة فهتنجزك. خش على اللي بعد، خش عشان انا زهقت. ألف 2 1 ألف 2 1 يبقى لو مكانك اصلا هجري الحتة دي. ألف 2 1 يعني 2 ناقص 1 على 2 زائد الواحد بيساوي، هنا يديك 1 وتحت يديلك 3 يبقى هنا الناتج تلت. فهمت ايه؟ فهمت انها متماثلة. طب كمل عشان نتأكد برضو. لو جيت قلت لك ألف 2 2 يبقى البسط ألف 2 2 يعني 2 ناقص 2 وتحت هيبقى 2 زائد 2. طب ما صفر على أي حاجة بيساوي الناتج إيه؟ صفر. طب يلا كمل. هتجيب لي ألف 3 1 يبقى هكتب هنا ألف 3 1 أهو. ألف 3 1 اللي هو هيبقى عبارة عن 3 ناقص 1 على 3 زائد الواحد. 3 ناقص 1 يبقى 2. 2 تخرج ب2. 3 زائد 1 4. حطها في أبسط صورة تدي لك نص. بس خلاص، مش ده زي ده وده زي دوت. يبقى أنت فهمت إن المصفوفة ديت إيه يا باشمهندس؟ دي مصفوفة متماثلة. يعني إيه بقى متماثلة؟ يعني الألف بيساوي الألف مد. حلو. يبقى الألف س صاد هي مين؟ هي ألف صاد س طبعا، لأن الألف مد إن أنت تبدل الصفوف والإيه والأعمدة. يبقى الاختيار بتاعك الاختيار رقم ألف. نيجي سؤال 40 بقى بيعوضك عن اللي فات وقال لك انها مصفوفة الصف
تحتوي على صف، يبقى السين بكام؟ يبقى السين بواحد. مش هي مصفوف الصف، يبقى السين بتساوي ايه؟ واحد، لأن السين قاعدة مكان الصفوف. طيب 41 المصفوفة الشبه المتماثلة على النظم 3 في 3. طيب اسمها ايه؟ اسمها ألف. أول لما يقول لك مصفوفة شبه متماثلة قول له يبقى ده وده وده بصفار. ده أول حاجة، ده مش الشروط بتاعتها. ألف 1 1 ما هو ده صف أول عمود أول. ألف 2 2 هو ده. ألف 3 3 هو ده. يبقى ألف 1 1 زائد ألف 2 2 زائد ألف 3 3. طالما هي شبه متماثلة يبقى صفر زائد صفر زائد صفر، يبقى الناتج بكام؟ يبقى الناتج بتاعها بيساوي صفر بكل سهولة. والاختيار بتاعك رقم د. طيب قال لك انها مصفوفه متماثله. ترجم يا بيه، ترجم. متماثله يعني ايه؟ يعني الالف بيساوي الف مد. حلو. طب الالف مد زائد او بيساوي 2 الف مجهولين. طب ما خليهم مجهول واحد. مش الالف مد هي الالف. يعني انا ممكن اشيل دي واحط مكانها الف بيساوي 2 الف. حلو جدا. الف بيساوي 2 الف. خش يلا جوه. 2 الف ناقص الالف يعني الف واحد بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. بس الصفر مش حاجة اسمها صفر عندنا في المصفوفات، فبنقولها المصفوفة الصفرية. يبقى الاختيار بتاعك هيكون الاختيار رقم ج. طيب 43 بيقول لك ان المصفوفة ألف اهي من نظم م في ن. تمام. عدد عناصرها 3. طب ما هو عدد عناصرها 3 يعني يا اما 1 في 3 او 3 في 1. تمام. بس الراجل قال ان الميم اقل من النون، الميم اقل من النون، يعني لازما ده اصغر من ده، يبقى دي تنفع لكن دي مش هتنفع. يبقى انا فهمت ان المصفوفة من نظم 1 في 3 هو ده اللي هينفع. حلو قوي. يبقى نون لما اضربها في 2 مش دي اللي انت قابلتها؟ النون بكام؟ ب3. طب 3 في 2 بيديك كام عنصر؟ بيديلك 6 عناصر، ويكون الاختيار بتاعك الاختيار رقم ج. نيجي الرقم 44. إذا كانت المصفوفة ألف من نظم 3 في 2 مجموع عناصر المصفوفة بيساوي س. أنا عندي مصفوفة ألف أهي، أيا كان بقى العناصر اللي جواها إيه، هي من نظم 3 في 2. مجموع العناصر دي المجموع بتاعهم طلع إيه؟ طلع س. مجموع بتاعهم طلع س. يبقى أنا دلوقتي لما أجي أسألك عن 2 في المصفوفة ألف، مش كل اللي جوه ده هيتضرب في 2. يعني المجموعة أبو س لما يتضرب في 2 هيدي لك إيه؟ هيدي لك 2 س. مش محتاجة ذكاء يعني. ركز كده، الأسئلة سهلة مفيش فيها أي مشكلة. 45 بيقول لك دي مصفوفة متماثلة. مين من دول ينفع يبقى قاعدة لإيجاد؟ طيب بص سيادتك، هو يعني إيه مصفوفة متماثلة؟ أنا عشان أقول إن ألف دي مصفوفة متماثلة، ادي الف 1 1 مش قايل نظم ليها، مثلا الف 1 2 الف 2 1 الف 2 2. بص متماثله ده ملوش شروط، اركن ده على جنب. لكن لازما دول يبقوا قد بعض، يعني اجباري ان الف 2 1 هو الف 1 2. تمام. طب القاعده الاولى دي هل هتحقق الكلام ده؟ ما تيجي نجربها. لو جيت اشتغل بيه ان الف صاد عين بتساوي 2 في الصف ناقص العمود، وجيت احسب منها الف 2 1 الف 2 1 2 في الصف 2 في 2 ب4 ناقص العمود 1 هتديني 3. طب لو جيت احسب منها الف 1 2 يا ترى هتديني 3؟ والله لو اديتني 3 تبقى متماثله. ماشي. طب تعال نجرب. 2 في الصف 2 في 2 2 في 1 ب2 ناقص العمود، لا ده ادتني 0، يبقى الشرط ده ما بينفعش. طب تعال نشوف الشرط اللي بعده. بيقول لك ان الف صاد عين عباره عن الصاد زائد العين، الصف زائد العمود. تعال نجرب منها الف 2 1 الف 2 1 اجمعهم ب3. طب هات لي الف 1 2 اجمعهم ب3. يبقى ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. يبقى الاختيار بتاعك هيكون الاختيار رقم ب، لان هو اللي هيحقق لك شرط الايه؟ المصفوفه المتماثله. طيب نيجي الرقم 46. بيقول لك انها مصفوفه شبه متماثله. سيادتك بتركن القطر الرئيسي والعناصر على جانبي القطر الرئيسي س تربيع ناقص الواحد بتساوي ايه بقى؟ معكوس الجمع للاخر. يعني ايه معكوس جمع؟ يعني غير اشاراته، يعني سالب س زائد الواحد
أس 2 أس 1. يلا ده أنت لسه مشتغلها في الترم الأول معادلة الدرجة التانية دي. س تربيع خش جوه زائد س سالب 1 وسالب 1 يبقى سالب 2 بيساوي 0. هنحلل قوسين بيساوي 0 س وس 2 في 1 موجب وسالب، يبقى مرة الس قيمتها سالب 2 ومرة الس قيمتها 1، يبقى الحل بتاعك سالب 2 و1، وندور عليها في الاختيار هيبقى الاختيار رقم ج. طيب إذا كانت المصفوفة دي مصفوفة قطرية، إن أ س ص بيساوي 5. طب قول لي يعني إيه مصفوفة قطرية؟ سيادتك مصفوفة قطرية جميع عناصرها أصفار عدا عناصر القطر الرئيسي أرقام. على طول من نظم 3 في 3. حلو قوي. إن الألف س ص بيساوي 5 لما السين قد الصاد. لما السين قد الصاد. طب ما هنا السين قد الصاد، مش اسمه 1 1 حط 5، مش اسمه 2 2 حط 5، مش اسمه 3 3 اسم حط 5. الشكل ده ما بتشبهش عليه. والله انت لو ركزت في فيديو الشرح هيقول لك ايه بقى؟ هتلاقيني بقول لك ان لما تكون دي مصفوفه وحده جميع عناصرها اصفار القطر الرئيسي 1، القطر الرئيسي اثنينات يبقى 2 اي، ثلاثات يبقى 3 اي، اربعات يبقى 4 اي، خمسات يبقى 5 اي. طيب لو انت مش مقتنع بده اسحب 5 عامل مشترك، فهتلاقيها 5 واتبقى لك وحايد، يبقى ديت 5 من المصفوفه اي، يبقى الاختيار بتاعك الاختيار رقم ب. طيب رقم 48 مصفوفة متماثلة وفي نفس الوقت شبه متماثلة. يعني تقول لك ان الالف قد الف مد وان الالف بيساوي سالب الف مد، فده ما بيتحققش غير من مصفوفة واحدة واسمها المصفوفة الايه؟ الصفرية. على طول عشان ما تضيعش وقت، بس دي من حاجات الشروط اللي احنا متفقين عليها. المصفوفة الوحيدة اللي متماثلة وشبه متماثلة في نفس الوقت تبقى مصفوفة صفرية. إذا كانت ألف مصفوفة شبه متماثلة من نظم 3 في 3. طيب مصفوفة شبه متماثلة، بص بقى بص بقى، صفر 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 على طول. ألف 1 3 اللي في الصف الأول العمود الثالث ب4. ها قول أنت بقى، يبقى ده بسالب 4. ماشي. تعال بقى نشوف مين من اللي قدامك دول صحيح. ألف 3 1 سوري ده اللي بسالب 4. شفت ده اللي بسالب 4. ده بسالب 4. طيب ألف 3 1 بسالب 4. يبقى الاختيار ألف، الاختيار الأولاني ينفع. طب ألف 1 1 بصفر. ما ألف 1 1 بصفر برضو صح ينفع. طب ألف 2 3 اللي في الصف الثاني العمود الثالث اللي هنا زائد اللي في الصف الثالث العمود الثالث اللي هنا، الاتنين دول بيقول لك ان مجموعهم بيساوي صفر. مش هما معكوس جمع يا ابني؟ يبقى مجموعهم بيساوي ايه؟ صفر. يبقى 1 صح و2 صح و3 صح، يبقى انا هختار له ايه؟ هختار له 1 و2 و3 معا. حلو قوي. يلا بينا نيجي لسؤال رقم 50. ادي المصفوفة س وادي المصفوفة ص. 2 من س، يلا 2 من س، 2 من س يبقى 2 ألف ناقص 2 ب. 2 في 1 ب 2، 2 في 3 ب 6، 2 في ب 2 ب ناقص 2 في 2 ب 4. ادي يا عم 2 من س اللي انت بتقول لي عليها بيساوي ص مد. يلا دور ص ألف ناقص 6. تعالي هنا يبقى 6 ادي 2 وادي 4 ناقص الالف. كلام زي الفل. ساوي بقى ده بده يبقى 2 ألف ناقص 2 ب بيساوي ألف ناقص 6. كلام جميل. وإيه كمان؟ و2 ب ناقص 4 بيساوي 4 ناقص ألف. حلو جدا. عايز مني إيه؟ عايز منك ألف زائد 2 ب. ألف زائد 2 ب دي هتبقى ألف ناقص 2 ب. لا طب خش هنا، دي كده تدخل جوه ودي تخرج بره. بتقول ايه انت؟ ايه سالب ألف تروح هنا تبقى ايه؟ تبقى ألف زائد 2 ب بتساوي دي 4 زائد 4 يبقى كام؟ يبقى 8. وهو عايز ألف زائد 2 ب. ادي يا عم ألف زائد 2 ب بيساوي 8. ويبقى الاختيار بتاعك رقم ايه؟ رقم ب بدون اي مشاكل. طيب رقم 51 ادي ألف وادي الب
وعايز منك ايه؟ عايز ايه؟ حد يقول لي عايز ايه؟ عايز قيمة ميم، وعايز قيمة ف، وعايز قيمة نون. تمام. طب يلا، اولا هي الالف قد الب. تمام. يبقى ميم ناقص جتا 60 بيساوي جا 30 بتساوي نص. ادي اول معادلة. حلو جدا. ف زائد ق 45 أس 2. ق 45، بص بقى، القا مقلوب للجتا، والجتا 45 بواحد على جذر 2. لما تشقلبها تبقى جذر 2، لما تعمل لها أس 2 تدي لك 2. أكيد أي واحد فيكم بيعرف يعمل ق تربيع 45 اللي هي هتدي له كام؟ هتدي له 2. حلو أوي. يبقى ف زائد ق تربيع 45 اللي هي ب 2 بيساوي ظ تربيع 60. هي ظ 60 بكام؟ بجذر 3. اعمل لها أس 2 تبقى كام؟ تبقى 3. كلام زي الفل. نون زائد جتا 90 بصفر أس 2 يبقى صفر بتساوي ظ 45، يعني مقلوب الظ 45 بواحد ومقلوب الواحد بواحد. بس خلاص كده انا جهزت لك الايه؟ المعادلات اللي انت تقدر تشتغل عليها. جتا 60 بيساوي نص، يبقى ميم بتساوي نص زائد نص يبقى واحد. هنا الف بتساوي 3 ناقص 2 يبقى واحد، والنون بتساوي واحد. الله عليك، ميم وف ونون موجودين، يبقى الميم زائد الف ناقص النون عبارة عن واحد زائد واحد ناقص واحد، يبقى الناتج بواحد. كل ده عشان واحد. طيب، يبقى الاختيار بتاعك الاختيار رقم د. نيجي لسؤال رقم 52. أي مما يأتي يكفي لإيجاد قيمة السين إن الألف قد الألف مد. السين دي قطر رئيسي، ألف بيساوي ألف مد، يعني الراجل بيقول لك إنها متماثلة. سؤال، هو المتماثلة ليها شروط للقطر الرئيسي؟ ملهاش. طب ده شبه متماثلة. شبه متماثلة ليها شروط للقطر الرئيسي؟ أيوة. طب ايه شرطها؟ إن عناصر القطر الرئيسي بصفر. يبقى أنا فهمت إن السين بتساوي صفر. ألف مصفوفة قطرية، هي القطرية ليها شروط للقطر الرئيسي؟ لأ. يبقى دي ملهاش شروط ودي ملهاش شروط، لكن دي اللي لها شروط، يعني هي دي اللي هتحقق لي وتجيب لي قيمة السين. يبقى السين بتساوي صفر، يبقى أنا هختار له الاختيار رقم 2، يعني هختار الاختيار رقم ب اللي هو بيقول لك 2 فقط. ونيجي بقى لآخر سؤال عندنا 53. مين من العبارات الآتية تكون صحيحة؟ مين من دول تبقى صحيحة؟ ألف مصفوفة وحدة. طب أولا تعالى نكتب الألف بتساوي جا بايع 2، جا 90 بتساوي واحد، ماشي. جا صفر، جا صفر تساوي صفر، ماشي. جاتا 90 بتساوي صفر، جميل. جاتا صفر بواحد، الله عليك. دي ايه دي؟ دي مصفوفة وحدة. مصفوفة وحدة. استنى يا متسرع، يلا هتروح تختار واحد. طب ما المصفوفة بتاعت الوحدة مش هي مصفوفة متماثلة؟ مصفوفة متماثلة اهي، دول زي بعض، يبقى ديت مصفوفة ايه؟ متماثلة. تمام. مش هي مصفوفة مربعة؟ ايوه، يعني واحد صح واتنين صح وتلاتة صح، يبقى اختار له واحد واتنين وتلاتة معا. يا ريت لو تقرا سؤالك كويس وما تستعجلش في الإجابة بتاعتك عشان تركز وتجيب لنا احلى درجه باذن الله. وبس كده يا باشمهندسين، ده نهايه حل تمارين المعاصره على الدرس الاول. صدقوني ان شاء الله هنزل لكم تمارين المهارات العليا، وبامر الله هنزل لكم الاختبار التراكمي الاول عن كل درس. ما تنسوناش بقى بدعائكم واللايك والشير وتوصل كل الدروس للغير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.